ياسين جائزة تحدثنا في بداية البطولة عن تسويق هذه البطولة دعائيا وإعلاميا، وكنا نتمنى أن يعني يرتقي إعلامنا الرياضي، أيضا الجهة المنظمة للبطولة أن ترتقي بمستوى التنظيم، وحقيقة كثير من المبادرات خلال تقديم جوائز عينية أو مادية. اليوم أيضا طرحت مبادرة جديدة بتقديم بطاقة شبابي وتوزيعها يعني عن طريق ممكن يريح أعصاب المنتخب. عباس، تتوقع اكو اهداف؟ ان شاء الله ان شاء الله. كابتن كريم، يعني اتصور ان المباراة راح تكون مغلقة تكتيكيا. اهداف السؤال، اكو اهداف؟ والله ما نتمناه، على الاقل هدف. صار هدف ما يكون عن طريق الكرات الثابتة. الاجواء. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني. إذن المشهد الأخير، مشهد الختام لبطولة غرب آسيا المنتخبات الأولمبية بالنسخة الرابعة في العراق 2023. منتخبنا الأولمبي العراقي يلاقي المنتخب الأولمبي الإيراني، وأيضا طبعا ارتبطت مع آسيا للمنتخبات الأولمبية بالنسخة الرابعة. العاصمة الحبيبة بغداد يتسع ل30,000 متفرج. لقاء المنتخب العماني واللبناني، انطلاق صافرة الإماراتي سلطان الحمادي، ونهائي اللعب من منتظر داخل منطقة الجزاء. بعد من الدفاعات الإيرانية راجع الكرة بيان، وكذلك عبد الوهاب أبو الهيل إلى ياسين على المنتخب السوري، والكرة إلى ركلة مرمى. 2024 أمامية الكرة. أوه يا كميل سعد يا منتظر. كرة اللعب من منتظر بعد من الدفاعات الإيرانية. عبد الأمير حاول يمر خطيرة تلعب بعد من الدفاعات، التسديدة لكن قدم اليوم ممتازة لمنتظر، انطلاقة روح نياد ممكن، لكن التغطية حاضرة وإلى ركنية للمنتخب. تعادل سلبي. حبة متابعي العراقية الرياضية بعيدا المنتخب الإيراني. عالية الكرة وخطيرة، مرت بهذه الطريقة. لاحظ أوه. ممكن الهدف الأول. سنتكلم بعد ذلك بعد هذه الهجمة. نهاد والتمريرة إلى الركنية. منتظر عبد الأمير على التنفيذ، ركنية للأسود عالية داخل منطقة الجزاء. تلعب من منتظر داخل منطقة الجزاء، وسهلة جدا قبل عام عندما كان سكوب التشيكي مدرب. كرة خطيرة والهدف الأول، هدف أول من هفوة دفاعية. حسين كودرزي يفتتح التسجيل للمنتخب الإيراني. هدف أول لمنتخب إيران عن طريق حسين كودرزي. إيران تفتتح التسجيل. حسين كودرزي لعب الكرة ياسين، تبعد من دفاعاتنا. عيد الكرة خطيرة جول. منتظر محمد، منتظر للعراق بهدف أول، هدف التعديل الجميل. ربما كرار أو منتظر محمد. هدف التعديل للعراق، هدف التعديل للعراق. الله، عدلنا بوقت ممتاز. منتظر محمد يعدل للأسود، الأسود تعود. ربما لاوندي ما يهمنا. اي نعم، حسين عبد الله لاوندي. سلام داخل منطقة الجزاء. لاوندي القائم
القائم لاحظ زيدان لاوند عبد الأمير. يلا يا لاوندي داخل منطقة الجزاء. مرت يوسف الإمام بالمرة الأولى ولاوندي على ياسين. المنتخب الإيراني تلعب الكرة وخطيرة. برافو سعد، لقطة رائعة وإبعاد لمنتخبنا. عالية ثاني. خلينا نشوفها بالإعادة. لا، التسلل موجود. راجعة هذه المرة من أمير جعفري وقريبة جدا لإيران. خطيرة ياسين، والهدف الأول للمنتخب الإيراني. إيران سجل، كوميل في جهة والكرة في جهة أخرى. كرار محمد، كرار يتقدم، هدف للعراق. الله كرار محمد وكوميل. الله، ضاعت على المنتخب الإيراني الأولمبي. أي نعم، حلو. زيد يتقدم، تحسين كل زين. الله، ثاني للعراق، ثاني ويزيد. حلوة يا زيد. سعيد ثاني للمنتخب الإيراني. عبد الله حسين. الله، كل زين. حلوة يا ابو علي، حلوة يا لاوندي. ايه بالعقل، انت هداف البطولة. قرباني لا يكن. كان ممكن بهذه الكرة السهلة. 3-3. منتظر محمد للعراق. منتظر وجول من اسود. هدف لاسود. اقترب الكاس من المنتخب الأولمبي. مهدي البديل يتقدم وهدف. الآن الكرة الأخيرة لمنتخبنا. إن شاء الله يسجل وإن شاء الله اللقب. ماكنزي. واو،